وينضم معنا عبر الهاتف الزميل الإعلامي علي غالب الدوري من محافظة صلاح الدين. صباح الخير علي. اهلا وسهلا. تحياتي لك وللزملاء الاعزاء في قناه العراقيه الرياضيه ولا المدرب القدير الكابتن قصي حسن. يا اهلا وسهلا، تحيات كابتن قصي لك. علي، نتحدث عن موضوع الدوري الممتاز، وحضرتك يعني متابع جيد للدوري الممتاز. رأيك بالآلية، هل تفضل المجاميع أم آلية الدوري العام؟ نعم، طبعا في البداية صباح الخير على جميع مشاهدي قناة العراقية الرياضية مرة أخرى. أكيد قبل أيام انطلق منافسات دوري المصر الممتاز بموسمه الجديد. أكيد موسم مختلف ومغاير عن السنوات الماضية، باعتبار أن اليوم نخوض نظام جديد لأول مرة اللي هو القسم الثاني على مستوى العراق ما بعد دوري المحترفين. دوري الكرة الممتاز منذ سنوات كان يقام بنظام المجاميع طبعا لعدة أسباب، منها أسباب افتقار الملاعب بالإضافة إلى قلة الدعم المادي للأندية. الدوري الممتاز طبعا بهذا الموسم، يعني إذا أردنا نتحدث عن الجوانب فنيا فهو الدوري اللي يكون عام أفضل طبعا من وجهة نظري. أما من الناحية المادية فبكل تأكيد الأندية اللي ما تمتلك الأموال تفضل نظام المجاميع. طبعا هذا يعرف الكابتن قصي حسن بهذا الموضوع، يعني باعتبار انه خاض العديد من التجارب في هذا الدوري. لكن الدوري الممتاز يعني دوري طويل، دوري شاق، يضم أندية مؤسساتيه ما بين انديه تمثل محافظات عريقه. هنالك تفاوت من ناحيه الدعم المادي. نادي مؤسساتي يمتلك ميزانيه عاليه جدا، ممكن نادي محافظاتي ما يمتلك الاموال اللي يمتلك هذا النادي المؤسساتي، لذلك هنالك تفاوت من الناحيه الفنيه وايضا من ناحيه قله الدعم المادي للأندية. طيب علي، حتى تكون الاسئله مختصره والاجوبه مختصره ونستثمر هذا الاتصال بشكل صحيح. يعني هنالك بعض الفرق اللي تحدثت عن اخطاء تحكيميه، يعني الجانب التحكيمي. هل شاهدت هذا الموضوع فعلا؟ طبعا ست انا منذ سنوات متابع الدوري الممتاز، اخطاء كارثيه وبالجمله تحدث يعني طبعا في هذا الدوري ودوري الدرجه الاولى ايضا ونزولا. نتمنى من اتحاد الكره دائما ناشدنا في مواقع التواصل الاجتماعي عبر القنوات بان يكون هنالك يعني حل لهذا الموضوع، خصوصا في الجولات الاخيره اللي هي جولات حاسمه بالتاهل او بالهبوط. يعني في الامتار الاخيره للدوري دائما ما تحدث كوارث من ناحيه الاخطاء التحكيم، وهذا السبب يعود الى اولا هنالك يعني لجنه الحكام يجب انه يتم اختيار اسماء تحكيميه بمستوى الطموح، بالاضافه الى وجود النقل التلفزيوني، ضروره ان يكون هنالك نقل تلفزيوني لهذا الدوري من اجل الحد من الاخطاء التحكيميه. نعم، علي ايضا نتحدث عن تسميه دور المظالم، وهاي دائما ما تمر علينا دور المظالم. نعم. هذا الموسم الدوري الكروي الممتاز هل يحظى بتغطيه اعلاميه مناسبه ام لا زال يعاني التهميش؟ طبعا لا زال يعاني التهميش، والدليل انه لغايه الان ما شاهدنا اي قناه ناقله او مؤسسات اعلاميه تغطي هذا الدوري. لذلك يبقى دوري المظالم طالما اولا يفتقر الى الملاعب اللي على مستوى عالي اسوه بدوري المحترفين، يفتقر الى الدعم المادي اللي انديه دوري نجوم العراق قسمت مبلغ 4 مليار لكل نادي، يفتقر الى عدم الاهتمام بالكوادر الاعلاميه والاداريه، كذلك موضوع الحكام، كثير من الجوانب في دوري المحترفين في دوري الكره الممتاز غائبه وبعيده كل البعد عن تسميه هذا الدوري بالممتاز. هذا الدوري يحتاج الى الكثير من النقاط الايجابيه اللي من شانها الارتقاء بمستوى المسابقه نحو الافضل. يعني هذا الدوري بحاجه الى الاهتمام والتفاته حقيقيه من قبل اتحاد الكره، وبالاخص انه يكون هنالك نقل تلفزيوني، باعتبار ان هذا الدوري ايضا نظم مواهب على مستوى عالي قادر على تمثيل الانديه والمنتخبات، بالاضافه الى كفاءات تدريبيه محترمه. بوجودك ووجود بقيه الزملاء الاعلاميين، علي غالب الدوري، شكرا جزيلا لانضمامك معنا عبر الهاتف. شكرا.